السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. بقالنا كتير قوي ما طلعناش مع بعض، ما جبت لكمش عملات قديمه. النهارده ان شاء الله بشقه الرحمن جايب لكم عملات قديمه معايا، ويا رب تعجبكم. وان شاء الله بشقه الرحمن هصور لكم برضه فيديو جديد مع حد بيبيع عملات، وبرضه مكانه قريب مش بعيد، ويجيب لكم اسهل طريقه توصلوا بيها، في نفس الوقت اجيب لكم الارقام التليفونات بتاعته وعنوانه. تابعوا معايا فيديو للاخر واعرفكم على العملات اللي ممكن تجيب سعر كويس. هي العمله بتاعتنا النهارده بنتكلم عليها اللي هي ال50 قرش، اللي هي تبع البنك المركزي المصري. بس قبل ما نبدا يا جماعه الفيديو بتاعنا نصلي على النبي ونذكر الله. الفيديو النهارده بتاعنا بيتكلم ال50 قرش. مش يا جماعه الاشتراك يا جماعه بيفرق معانا كتير قوي، واللايك والكومنتات بتاعتكم، وشكرا على اي حد بيتابعني من اي بلد. شكرا ليه، يا رب يجعله من نجاح لنجاح. تعالى اجيب لكم العمله. طبعا بجيب لكم عملات مصريه وغير مصريه كمان. العمله بتاعتنا النهارده مصريه. ايه هي العمله بتاعتنا؟ اللي هي 50 قرش. الشكل ده كده معاها العمله دي. الشكل ده طبعا دي نادره جدا لما تلاقيها مع اي حد، مش موجوده. دي بتجيب فلوس كويسه جدا جدا يا جماعه. اوعى حد يشتريها منكم ويقول لكم لا 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 ده جديده، ده عمله مش عارفه ايه. لا لا سيبك من الكلام ده كله. 50 قرش مع ال 50 قرش دي مش موجوده مع اي حد. نادر جدا لما تلاقيها مع اي حد. اللي معاك بيها هي بتجيب فلوس كويسه جدا جدا، احتفظ بيها وما تفرطش فيها. اول تبيعها على الفيس هتلاقي لك هتجيب لك سعر كويس جدا. وفي ناس محترمه كتير يا جماعه، يعني ممكن بيقدر لك العمله بتاعتك ويقول لك دي عاملك انت، لو السعر عجبك بيعها. بالنسبه لل 50 قرش ده مرسوم عليها يا جماعه. 50 قرش دي مرسوم عليها الازهر الشريف، عليها من تحت خالص الازهر الشريف. ده الظهر بتاعها. معانا 50 قرش ثانيه شكل تاني. الشكل ده شكل تاني مكتوب عليه ايه؟ البنك المركزي المصري. سنه كام؟ القاهره 16 يناير 1978. دي قريبه وبرده مش موجوده كتير، نادره. ده الشكل بتاعها من قدام، وده الظهر. هي رسمه طبعا على 50 قرش اللي هي الجديده، بس مش نفس الرسمه. رسمه قارنت دي ودي متغيره عندي خالص. ادي ده شكل وده. طبعا في ناس ما عندها عملات تانية كتيره وعملات لها قيمه. كل العملات بتاعتنا كل ما تبقى قديمه بتجيب سعر، كل ما الحاله بتاعتها جيده سعر احلى. اعرف قيمه الحاجه اللي انت معاك، ما تفرطش بيه. مثلا حد عنده في ناس مثلا عندها كراسي مش عارفه قيمتها زي القرابس، ممكن يبقى هو ما يعرفوش اللي هو قرابس. ممكن يبقى عنده حاجه مختومه ومش عارف يحول تقلب في الحاجه كويس. اي مذبحه تروح المحل بتاع الخرده ده كده وبس، او ما تعرفش الحاجه اللي بقيمتك. لا يا جماعه، الحاجات القديمه اي حاجه قديمه بتجيب فلوس احسن من الحاجه الجديده مليون الف مره. يعني انت الحاجه الجديده مش هتجيبها، ولو جابت مش هتجيب حاجه قليله، بس لو جبت حاجه قديمه وحبيت تبيعها هتجيب لك فلوس وتجيب لك بثمنها ثمن الجديده مرتين ثلاثه. يا رب يا جماعه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايك. كملوا الفيديو للاخر، ساعدوني يا جماعه ان انا ربنا يكرمني واقفل شبكه اليوتيوب، وربنا يرزقني ويرزقكم ان شاء الله بشقه الرحمن. كرم منكم الله يسلم. اي حد يتفرج على الفيديو يا جماعه ما ينساش يعمل اشتراك، ويبقى جزاها الله كل خير. ربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.